احنا بتوع الصواني. بما اننا اتشهرنا في الصواني، فانا النهارده جايب لكم صينيه من مطعم طاجن وشوايه. الصينيه دي المفروض كانت جايه لي على البيت هعمل عليها ريفيو، فقلت لا نعمل الريفيو قدامكم ومع بعض جوه المطعم، لان في طاجن اسمه الابطال. دخلت تحدي مع صاحب المحل وقال لي تعالى لو هتقدر تكمله هدي لك فلوس مقابل الطاجن ده، ولو اي حد فيكم هيقدر يكمله ليه هديه عندنا. تعالوا معايا نشوف الصينيه مكوناتها ايه وطاجن الابطال ده ايه حكايته. تعالوا معايا. هنبتدي دلوقتي بالصينيه، وزي ما عودتكم ان انا بحب الطرب، فالصينيه دي فيها ربع طرب، ربع كفته، نص كفته، وربع سجق، و12 قطعه حواوشي، ونص فرخه. هندوق الطرب ونشوف ايه التيست بتاعه عامل ايه هنا. والطرب كويس مش وحش. لحمه بلدي مش موشوش اللحمه. السجق انا مش جاي معايا. الفرمه بتاعت السجق انا مش عجباني، بس هو طعمه كويس يعني. احنا دي شهاده نتحاسب عليها قدام ربنا يعني. استنوني ما تقلقوش، احنا داخلين كمان شويه طاجن الابطال ده موت. كفته كويسه، كفته بلدي مش مستورده اللحمه. هنا السجق الحواوشي انا عايز من الصبح، ريحته مجنناني يعني. في سنه جرم، هو بلدي بس في سنه جرم يعني، هو حاطط فيه جرم. لا هنا دي حكايه بقى. انتوا بصوا فرخه من جوه نضيفه. بصوا يعني حتى العظم جوه الفرخيه مفيهاش دم، وده انت تعرف بتاع الكباب والمشويات عامه من نظافته من دي. بص كده معايا، انا فصصت الفرخه كلها يعني نضيفه. بص البياض بتاعها، حتى التتبيله بتاعتها اخده اول طبقه وتاني طبقه. لا الفرخه لا لا الفرخه نضيفه يعني. اقول اللي كان بيقول لي قرب الاكل اهو، انا جبتها لك للاخر. بص اهي الصينيه دي هو كان بيقول لي عامله 620 جنيه او 25 جنيه، وعشان خاطرك انا هعملها لمتابعينك ب 500 جنيه. الصينيه محترمه. انا بس التعقيب الوحيد اللي هقوله له الحواوشي يقلل الجرم اللي هو حاطه، والفرمه دي غيرها فرمه السجق، بس هو السجق كسجق كويس بصراحه. ده طاجن النجريسكو. هو هنا المحل بيتميز بالمكرونه البشاميل وطاجن النجريسكو ده. عامه الطواجن عنده حكايه مش كويسه، والتيست بتاعه عالي. انا هو اللي انا جربته قبل كده، انا هجربه تاني وهنشوفه قدامكم. مكرونه ماسكه نفسها، مش مهريه. سوى الفراخ كويس، مش مهري برضو. طاجن كويس حلو. ده لينا كل متابعينا ب 90 جنيه. طاجن بره او عنده اغلى من كده، هو بيعدي 130 جنيه. جربنا النجريسكو، هندخل على البشاميل ونشوف المكرونه بشاميل اللي عنده عامله ازاي مع بعض. وعن ايه
المكرونايه طب هي عشان بقالها بالظبط. بتدوب دوب دوب. ده كل عشاق الطواجن. هنا الطواجن انا التست بتاعها عالي قوي، بيتميز ان اللحمه عنده بلدي. وخدوا بالكم حطوا تحتيها 100,000 خط. قليل قوي لما بنروح مطعم وبنلاقي عنده اللحمه بلدي. طاجن الباميه اللحمه دايبه. هنا الباميه، لا الباميه حلوه ماسكه نفسها. حته اللحمه دايبه يعني. بص دايبه مش بتعض. اللحمه بلدي. هو بص عمال اركز معاكم، اللحمه بلدي. الطاجن ده المفروض ان هو كان جاي لي على البيت، هو والصينيه والاكل اللي انتم شايفينه ده، ان انا هعمل الريفيو من البيت. فانا قلت له لا انا هاجي اعمله في قلب المكان. الطاجن ده مفيش حد بيعمله في السويس الا الراجل ده، مكان او مكانين في القاهره اللي بيعملوه. الطاجن ده عباره عن ايه بقى؟ نعد مع بعض. ليا مخاصي، كوارع، لحمه، نخاع. المفروض ان انا مش عارف، انا هشوفه معاكم دلوقتي. هو عمال يبص سنه. اقسم بالله انا بقول لك تعالى جرب الطاجن ده، وعلى مسؤوليتي وعلى مسؤوليه صاحب المكان وعلى مسؤوليتنا كلنا. الطاجن ده حكايه، وانا مش هقدر اكمله يعني، وانا مش هقدر اكمله للامانه. انا هرجع ورا كده خطوتين واقول له شابوه.
الطاجن عامة هو بيبيعه 230 جنيه، احنا لينا 200 يا 190، انا لسه مش عارف هتفق معاه على كام وهنوصل لحل وهقول لكم في التعليقات. الطاجن اللي ما خدش حقه مني لسه وعايز ارجع له تاني، الطاجن ده طاجن ورق العنب بالكوارع. احنا قليل لما بنلاقي ست شغاله في مطعم هنا في السويس، وقليلين قوي ان انا نشتغل بالطريقه البيتي بتاعت ابويا او امي وامك وطريقه البيت. بامانه انا بقول لطاجن وشوايه شابوه ان انت جايب شيف ست عشان تطلع لنا الاكل بالحلاوه دي. وبقول للشيفات كلها عشان الرجاله ما تزعلش مني، شابوه ليكوا اللي شغالين معاه. الطاجن ده حكايه، والله حكايه. انا مش بقول كده عشان انا قاعد باكل او بعمل لكم ريفيو قدام الكاميرا. الطواجن دي كلها سعرها في المنيو 200 جنيه، هو عاملها لنا ب 180 جنيه، وهنزل لكم معاه تاني برضو عشان يبقى نحاول اللي جرب مره يجرب الثانيه يجرب الثالثه. الاكل عنده بلدي، اللحمه بلدي، وانا عمال اركز اللحمه بلدي اللحمه بلدي، وتعالى جرب، ولو ما عجبكش الاكل رجعه له. انا بقولها لك اهو. شكرا لطاجن شوايه، واحنا بتوع الصواني هنستناكم في فيديو جديد. وما تنسوش الشير واللايك والمتابعه عشان هتفرق معانا وهتفرق معاكم في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم.